السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه البلاصة هذه هي كتواجد بمدينة سلا في شاطئ سيدي موسى ولا كورنيش سيدي موسى. هاد البلاصه هذه هي ولات فضاء زوين بزاف، فيه مساحه خضراء، فيه بلاصه ديال الاطفال يعني العاب الاطفال، فيه بلاصه فين كيلعبوا كره القدم، فيه بلاصه فين يعني كاينه طريق زوينه فين اللي بغى يجري اللي بغى يلعب الرياضه يمارس الرياضه بحريته وبالصحه والراحه. كاينين عائلات كيجيو بالليل كيتبردوا هنايا وكيجيبوا معاهم الاكل ديالهم. فكيف ما كتشوفوا معايا المساحه الخضراء كيفاش ملوثه بهاد القرعي ديال الماء، قرعي ديال المناضق، كؤوس، سندويشات، خبز، يعني اي حاجه شاطت على هاد الناس هادو كيخليوها في هاد المساحه الخضراء وتيمشيو بحالهم. تيجيو الناس في الصباح، كاين اللي كيبغي مثلا كما قلت لكم تيمارس الرياضه ديالو كيلقى هاد المساحه الخضراء تحولت الى بيئه ملوثه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك لقيت بلاصة ديال هادوك الألعاب الأطفال حتى هما لقيتهم كاين اللي فيهم مهرس، كاين اللي فيهم ولا حالته حالة. وكذلك حتى بلاصة ممارسة كرة القدم حتى هي هذيك الشبكة ديال الحديد حتى هي لقيتها مخربة. هاد الاماكن هذه راها عموميه ملك الجامع، يعني ديالي وديالك وديال الاخرى وديال الاخر وديال الغير، ديالنا كاملين. هذا ملك العموم خصنا نحافظوا عليه. هذه راها بلادنا مدينتنا. راه كاينين شي مدن اخرى محرومه من هاد الفضاء هذا. انا المدينه اللي كنتواجد بها ولا كنسكن فيها ما فيهاش هاد المساحه الخضراء، ما فيهاش هاد البلايص هادو، يعني كاينين بعاد عليا. بحال مثلا في هذا الشاطئ هذا ديال سيدي موسى، يعني الناس كاينين هاد الساكنه هذه راها الحمد لله جاها كاين هاد الفضاءات حداها كيصايبوا قهيوه هكا في العشيه وتيهبطوا تيتبردوا وليداتهم تيلعبوا حداهم ما كاين عندهم يعني حتى شي مشكل. ولكن علاش كنخربوا؟ علاش كنخليو بلاصتنا مسخه حاشاكم؟ علاش بهذا اللفظ هذا وسمحوا لي؟ علاش دابا مثلا ملي كنجيو كنلقاو واحد المكان خضر زوين تنجلس نفرشوا تنجلسوا فرحانين وما عندنا حتى مشكل، ولكن ملي كنكونوا غاديين كنخليو كلشي. يعني ربما حتى بنتك ولا ولدك تكون هازه كلينكس ولا هازه شي قرعه المخاويه كتقولي لها غير خليها تما. يعني اين تربيه ولا اين انطباع غادي نعطي لهاد بنتي ولا هاد ولدي هذا؟ حتى هو غيكبر غادي يتصرف نفس التصرف حيت مو ولا باه تصرفوا هاد التصرف هذا. فهذا كما قلت راه ملك الجميع. هذوك الالعاب الا شفت ولدي كيخرب ولا شفتو مثلا تيلعب شي لعب ماشي هو داك اللي غادي يخسر هذيك اللعبه، خصني ننصحو، خصني نهضر معاه، خصني نوعيه، خصني نقول له هذه اللعبه راه ديالك وديال خوك وديال واحد اخر يجي خصو يلقاها زوينه، وانت غدا غادي نجيبك عاوتاني تلقى هذه اللعبه باقا زوينه وصالحه وتلعب بها. هكا خاصنا نوعيو وليداتنا وكذلك حتى راسنا حنا نوعيو راسنا. هذا السلوك هذا راه ماشي ديالنا. كما قلت في بداية الفيديو راه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصانا عن إماطة الأذى. كنتمنى الرسالة ديالي تكون واضحة إن شاء الله، وكنتمنى يا ربي السلوك ديالنا يتبدل ويتغير الأحسن والأفضل. وكنتمنى بأن الحاجة ملي نلقاوها نديروها ديالنا، هي ملك العموم، ولكن نديروها راه كل واحد يحسبها الملك ديالو ويحافظ عليها. هكا غادي تكون بلادنا وغادي تكون مدينتنا وغادي يكون الحي ديالنا نقي وزوين كيف ما تمنينا وكيف ما بغينا وحسن من شي بلدان اخرين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال اعجابكم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك. الله يجازيكم بخير، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.